وأنتم ترون كيف ينحاز غالبية هذا الشعب، ينحاز لإسلام ودين. الشعب المصري شعب متدين بمسلميه ومسيحيين، من حقه أن يحب ويقدس دينه ويقدره ويطالب بتطبيقه عليه، وهذا حقه. كل الكلام ده ما يزعجوش، ده كل دي بلالين لن تنجح في حرف هذا الشعب عن اعتصامه وحبه لدينه وتدينه. لن تحرف هذا الشعب. مصر غير تركيا، مصر مش تونس، مصر شعبها من قديم الزمان وكل ما مورس عليه من عدوان وحبس واعتقالات وإساءة وتجريح وروايات وأفلام وكل ده، ومع ذلك ما زالت بيوت الله ترونها ليل نهار تكتص بالسجد الركع لله موحدين ربهم ومولاه. فلا تشغلوا انفسكم بهذا، ده كل ده تعبير عن حالة غيظ، حالة غيظ وحنق وحسد وغل. شعب يريد ان يعبد ربه، ده يزعلك في ايه؟ انت ما عايزش تعبد ربك، عايز تدخل في نفق تاني غير نفق التوحيد، انت حر في هذا، لكن لا تمنع ولا تجرح الاخرين حينما يقدرون ويعتزون باديانهم. فانا ارجو حضراتكم، بس انا انصح الجميع الا نمارس لا التخوين ولا التكفير ولا الغيظة حتى مع هؤلاء الناس. الرفق ما كان في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. وكان صلى الله عليه وسلم دار اليهود المشرك اللي كان بيحط له اذى امام بيته، وبعدين لما خرج ما لقاش الاذى سال عليه، قال الجدع اللي كان بيأذينا ده راح فين؟ ده مفيش اذى النهارده. قالوا له انه مريض فذهب ليعوده. دول اصحاب الدعوات، اصحاب الرسالات، اللي مش بيدوروا انه ينتقموا لانفسهم، بل هم اصحاب قيم ورساله بينسوا الاساءات التي لانفسهم في سبيل ان يكسبوا قلوب الناس. ليس من الشطاره ان نكسب المواقف، الشطاره ان نكسب القلوب. عشان كده ربنا يقول سبحانه وتعالى وادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه. يعني انت بتدفع بالتي هي احسن مع مين؟ مش اللي بينك وبينه حب ومحبه، ده بينك وبينه عداوه، فتدفع معه بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. لما دخل صلى الله عليه وسلم فاتح مكه ومنتصر، شوف التواضع القوي المنتصر، مش مغرور وقاعد يجعجع ومحدش عارف يكلمه ومليء بالغرور والكبر، لا، ده طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم، طأطأ رأسه الشريفة حتى كادت لحيته تلمس سنام جملي من تواضعه، ثم يقوم ليقول لأهله اللي أذوه وطردوه من مكة وآذوا عائلته وقبيلته، يقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هم أصحاب الرسالات، أصحاب رحمة ومودة وبر وخير، وأصحاب تجرد وعطاء وبذل، وهذا الذي يجمع الناس. عشان كده ربنا قال لرسوله احنا عاوزين نجمع الناس بالعافية وبالتكشير وبتحريم حياتهم، كل شيء حرام حرام حتى ما لم يحرمه الله بعض الناس تحرمه على الناس. ليه؟ قال لرسوله فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب. صح، اصحاب الفظاظه والغلظه بيطفشوا الناس لينفضوا من حولك. ده رسوله صلى الله عليه وسلم كيف نجمع الناس بالرحمه وباللين وبالتسامح. وهكذا ايها الاخوه الاعزاء نجمع اهل وطننا. البعض اللي قال لي من اخواننا السياسيين احنا بنعجب، انت مشروعك بيأيدوا اخواننا السلفيين ويأيدوا الليبراليين ويأيدوا اليسار ويأيدوا الاسلاميين المستقلين، احنا عاوزين نعرف انت ايه بالظبط. قلت لهم انا مسلم مصري بحب كل المصريين، عاوزين نبني وطننا بالرحمة وبالرفق وبالمودة وبالمحبة، نبني الوطن. هو الامانات اللي كان بيشيلوها عند سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، مين اللي كان بيشيل الامانات عنده يثق فيه؟ المسلمين بس. كل اهل مكة، المشرك والزنديق واللي غير مسلم
ثقة وتقديرا فيه. نماذج دي ايها الاخوة ستتكرر لانها نماذج بناها وبنتها شريعتنا الغراء التي جهل بها البعض فاساء اليها وحط من قدرها، ستظل عزيزة عظيمة طوال هذا الزمان حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. ايها الاخوة الاعزاء، لا اريد ان اعيقكم او اعطلكم عن صلاة العشاء وعندنا مؤتمر في 100 غمر. اشكر لحضرتكم صبركم عليا وحضوركم ومشاركتكم على راسي من فوق.